تفتكر الصح إنك تتمسك بموقفك ولا تمشي الجوازة والسلام؟ أنا كنت رايح عند أهل خطيبتي عشان نخلص موضوع القايمة قبل الفرح. اتفاجأت إنهم كتبوا قايمة مبالغ فيها جدا. يعني مثلا الدهب اللي أنا جايبه مش يوصل 70 جرام، لقيتهم كاتبين 140، والأجهزة كاتبينها بأرقام خيالية، لدرجة إن الإجمالي كله يقرب من 1,500,000. وقتها قلت لهم: يا جماعة إحنا مش بنبيع ونشتري، اكتبوا اللي موجود فعليا، الحاجات اللي أنا جبتها والجرامات اللي موجودة مش أكتر. أبو خطيبتي رد عليا وقال: اللي بيحب مش بيقف على ورق ولا أرقام. قلت له: بالعكس يا عم، أنا جاي علشان بنتك مش علشان قايمة، بس العدل إننا نكتب الواقع مش أكتر. لكن هو أصر وقال: القايمة دي خلصت، يا تمضي يا كل واحد يروح لحاله. وقتها أنا اخترت إننا ننهي الموضوع، وقلت يبقى نصيب وربنا يكتب اللي فيه الخير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات.